لو سألتك أنت مصري تقول لي إيه؟ قول لي مصري وابن مصري وابن مصر الله عليه. في الحقيقة دي مش بس أغنية للفنانة نانسي عجرم، دي كمان هوية لكل شخص بيدور إزاي يحصل على الجنسية المصرية. وعشان كده هنقولك إزاي تكون ابن مصر وتحصل على الجنسية المصرية طبقا لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، وده هيكون عن طريق 4 طرق. الطريقة الأولى، لو والدك أو جدك لوالدك كان معاه الجنسية المصرية وفي مستند رسمي بيأكد ده، في الحالة دي تقدر بسهولة تحصل على الجنسية المصرية. أما الطريقة التانية، إنك تكون مولود لأم مصرية، ودي بتشمل 3 حالات أساسية. الحالة الأولى، لو أنت مولود لأب أجنبي والأم تحمل الجنسية المصرية، في الحالة دي هتقدر بكل سهولة تحصل على الجنسية المصرية. الحالة التانية، لو أنت لسه ما بلغتش سن الرشد وأمك أو أبوك مولودين لأم تحمل الجنسية المصرية، في الحالة دي تقدر برضو بسهولة تحصل على الجنسية المصرية. أما الحالة الثالثة بقى، لو أنت مولود لأب متوفي أو أم متوفية وكان الأب المتوفي أو الأم المتوفية مولود لأم تحمل الجنسية المصرية، يعني جدتك تكون حاملة الجنسية المصرية وقت ميلادهم. نيجي بقى للطريقة الثالثة، وهي الزواج من شخص مصري، وبعد توثيق العقد رسميا يحق ليك المطالبة بالجنسية المصرية. أما الطريقة الرابعة والأخيرة، وركز معايا كده عشان بتشمل 6 حالات. الحالة الأولى، إذا كنت شخص أجنبي يعني معاك أي جنسية تانية غير المصرية واشتريت عقار أو عملت مشروع استثماري ومتوافق مع أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يحق ليك طلب الحصول على الجنسية المصرية. أو لو قمت بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول للخزانة العامة للدولة، أو حتى ضفتها كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، يحق لك طلب الحصول على الجنسية المصرية برضه. الحالة التانية، لو حصلت ولادة الطفل في مصر لأب أو أم من أصول مصرية بس إقامتهم العادية كانت في مصر، في الحالة دي يحق للمولود طلب الحصول على الجنسية المصرية. أما الحالة الثالثة، كل شخص ينتمي إلى الأصل المصري بعد الإقامة العادية في مصر لمدة 5 سنوات. ونيجي للحالة الرابعة، كل أجنبي ولد في مصر الأب أجنبي أو لأم أجنبية، إذا كان أي منهما الأب أو الأم مولود في مصر. أما الحالة الخامسة، كل شخص أجنبي اتولد في مصر وبيقيم فيها إقامة عادية. وأخيراً الحالة السادسة، ودي لكل شخص أجنبي أقام في مصر مدة 10 سنوات متتالية. ها، قلت لي هتكون ابن مصر؟ إمتى؟ مع المستشار أدهم الصادق ما تشيلش هم الحصول على الجنسية المصرية. مجموعة ديكارت للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. للتواصل والاستفسار كلمنا على أرقامنا الخاصة أو من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق رسائل الصفحة. ديكارت، اعرف حقوقك ووثق مستنداتك.